مروان عطية يطلب الرحيل عن الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه وقرار عاجل من محمود الخطيب. يدرس مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التقدم بعرض رسمي إلى إدارة القلعة الحمراء من أجل الرحيل في الفترة المقبلة نظرا لرفض مسؤول النادي طلبه بزيادة راتبه بعد زيادة فئات الرواتب بالنادي، مع العلم أن النادي الأهلي قرر غلق ملف تعديل عقود اللاعبين وزيادة رواتبهم في هذه الفترة بقرار من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف على ملف كرة القدم بسبب تراجع النتائج بجانب الطلبات المادية الكبيرة للاعبين، وهو ما أثار غضب مروان عطية الذي يحصل على راتب ضعيف مقارنة بباقي عقود اللاعبين الجدد في الفريق. تفاصيل غضب مروان عطية داخل النادي. وقال مصدر مقرب من مروان عطية أن اللاعب طلب زيادة راتبه أكثر من مرة بسبب مشاركته مع الفريق بشكل أساسي بجانب حصوله على راتب لا يتخطى 11 مليون جنيه في الموسم، في حين أن اللاعبين الجدد للفريق يصل راتبهم إلى 50 مليون جنيه، أي أن اللاعب يحصل على أقل من ربع ما يحصل عليه اللاعبين الجدد وعلى رأسهم زيزو وتريزيجيه. وشدد المصدر على أن الأهلي أبلغ مروان عطية بزيادة راتبه في الموسم الماضي وهو ما يؤجل زيادة راتبه مرة أخرى، الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في الرحيل. وتحدث مروان عطية مع أكثر من وكيل لاعبين من أجل توفير عرض خليجي في الانتقالات الشتوية المقبلة أو مع نهاية الموسم الجاري للرحيل والحصول على راتب كبير، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر. حسين الشحات يقترب من الانضمام إلى الاتحاد الليبي. كشف مصدر تفاصيل مفاوضات نادي الاتحاد الليبي مع أحد لاعبي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل غلق باب القيد في ليبيا، بعدما كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق ومدير الكرة بالنادي الليبي عن اقتراب ناديه من ضم أحد لاعبي الأهلي في الوقت الحالي. أكد المصدر أن اللاعب المقصود من تصريحات إسماعيل يوسف هو حسين الشحات، وبالفعل حدث تواصل مع اللاعب والنادي الأهلي، ورحب الشحات بفكرة الرحيل إلى الدوري الليبي، حيث استغل نادي الاتحاد ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات مع الأهلي وتفاوض مع اللاعب. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة من الوارد أن تنتهي الصفقة خلال الساعات القادمة، ويرغب حسين الشحات في الرحيل عن الأهلي مع صعوبة الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات بسبب وجود تكدس في هذا المركز مع وجود كل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله وأخيرا أحمد عبد القادر.